يا صباح الهنا والتفاؤل، يلا بينا نعمل احلى وصفة ممكن تكون مختلفة شوية بس اغلبية الناس عارفاها. انا قاعدة لا بيا ولا عليا لقيت لي جوزي جايب لي ايه؟ والله العظيم مش هتصدقوا. بليلة وفي نفس الوقت كسكسي ولبن. لا، اللبن كان في البيت، هو جايب لي بليلة وكسكسي. قال لي يلا اعملي لي بليلة بالكسكسي، قلت له نعم. قال لي ايوه زي ما بقولك، قلت له ايه ده؟ قال لي والله الراجل اللي بيبيعها بيعملها كده. قلت له يا سيدي ماشي. قال لي يلا اخترعي. حطيت شويه بليله بعد طبعا ما سخنتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، ونزلت عليها ب4 معالق من الكسكسي وكوبايه لبن. بس كده. طبعا حطيت سكر. عايزه اقول لكم والله العظيم كان طعمها خطير. انا نفسي اكلت منها. بس طبعا للناس اللي عامله دايت والكلام ده كله بلاش تكتروا منها. بجد اكله جميله فعجبتني فقلت اوريها لكم. لو عجبتكم ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. بليلة بالكسكسي وباللبن، حاجة كده فوق الخيال يعني. خطيرة بجد. انا قلت كل ما اعمل بليلة بأمرك يا رب هبتدي احط عليها كسكسي، حاجة مفيدة. وخلي بالكم مغذية جدا جدا جدا، لان فيها قمح والكسكسي ده معمول من الدقيق واللبن فيه كالسيوم. فكل الكلام ده كله خطير خطير. بألف هنا وبألف شفا لكل اللي كلها، وبألف هنا على قلبكم يا رب لكل اللي هيجربها. ما تنسوش دعوة حلوة، سبسكرايب، لايك، شير، كومنت، اكيد بيشجعني. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وننهي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا محمد. اسيبكم بقى تروحوا تجربوا البليلة بالكسكسي واستنوني بأمر الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم آية زايد. باي باي، استنوني.